فرقه زي انبي ده، المدرب محمد بركات ده اللي هو عامل جيم كبير الشوط الاولاني، وكان مفروض لو ضربه الجزاء دخلت كان زمانه اقل حاجه متعادل. ولكن بنضيع ليه مجهود الفرق اللي هي لا امكانيات زي امكانيات النادي الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز ولا لعيبه. هو اللعيب الوحيد النهارده اللي كان معروف هو محمود كهربا. كهربا بس اللي معروف، والباقي كله لعيبه صغيره. ده جايبين محمد عصام ده معرفش من فرقه في الدوري اللي تحت المحترفين، بس لعيب حاجه ما شاء الله، يعني ما شاء الله. لما اول ماتش ضد الاهلي ويجيب جون بالجمال ده وبالثقه دي وبالانطلاقه دي، وما هبش لا شوبير ولا فانيله الاهلي ولا الجماهير اللي في الاستاد، يبقى لعيب خامه محترمه يعني. يعني الكرة دلوقتي ما بقتش اسماء، الكرة دلوقتي دور على الموهبة، دور على الموهبة. وانا كنت متفائل بالدوري دوت، او لغايه دلوقتي متفائل ان هشوف لعيبه، لان اكتر الفرق بدأت تفوق من حتة المبالغ الخيالية اللي اللعيبة بتاخدها وما بتأديش. محمد عصام ده شوفوا هو تلاقيه جاي بكام النهارده، انبي جايبه بكام، وشوف لعيب عامل ازاي، وبيجيب جون عالمي. اللي اسمه علي ايهاب ده اللي جاب الجون الاولاني بيقول لك ما لعبش السنه اللي فاتت الا 3 ماتشات. يعني لعيبه ما حدش يعرف عنها حاجه، بس لعيبه كويسه. طب ليه انا اضيع طموح فرقه زي دي من اولها؟ انا بغض النظر عن اي حاجه، بس احنا بنتكلم يعني خلي الاول المنافسه، وبعد كده اما تتزنق اعمل اللي انت عايزه.